ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا مع بعض نعمل احلى اكله ممكن تاكلوها في حياتكم. حاجه بسيطه جدا ممكن تتاكل في الفطار في العشاء. هي بيتزا بس مش بيتزا. بس تعالوا نشوف المكونات مع بعض. معانا بطاطسيتين، 2 بيضه وفلفل الوان. هو كده بس، مش هنعمل حاجه تانية. ده بس اللي معانا. قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه. هنجيب طاسه هنحط فيها معلقتين زيت بالظبط، وهننزل بالفلفل بتاعنا يا دوبك بس نشوحه شويه، وهننزل بالبطاطس بتاعتنا. هنحط معلقه فلفل ومعلقه فلفل اسود وملح وشطه، والشطه دي اختياري طبعا بس عشان احنا بنحب الشطه. هنقلبهم كويس مع بعض لمده مثلا حوالي 10 دقايق. وهننزل بكوبايه ميه واحده بس، يعني مش هامله الطاسه بتاعتي ميه، هي كوبايه واحده بس. هنغطي عليها وهنسيبها 10 دقايق برضو لحد ما توصل معايا بالمنظر دوت. انا هسيب فيها حوالي 90% بس. هنجيب بولة نحط فيها الاتنين بيضة اللي قلتلكم عليها، وهننزل بالبطاطس بتاعتنا بعد ما يكون البخار راح شوية بس. هنقلبهم كويس قوي قوي في بعض، وهنجيب كمان جبنة موتزاريلا ونحطهم عليها، وهنقلب كل الخليط دوت مع بعض. والطاسه بتاعتنا هنجيبها، انا ما حطيتش فيها بصراحه زيت، دي نفس الطاسه اللي انا عملت فيها. هنسوي البيض بالبطاطس على بعض، وهنزل بالجبنه الموتزاريلا هغطيها كلها من فوق. بجد يا جماعه كانت طعمها حلو جدا. سبتها على النار لحد ما اللي تحت يستوي، وبعدين غطيت عليها سبتها برضو لسه، حطيتها تحت الشوايه 3 دقايق بالظبط، طلعت معايا بالمنظر ده. بجد يا جماعه طعمها حلو جدا. ممكن تحطوا اي مكون تاني غير البطاطس، عجبتني بصراحة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، وتقولوا لي رأيكم فيها لما تجربوها. بس كده، باي باي.